Bienvenue mes élèves de la troisième année du secondaire. J'espère que vous allez très bien. أهلا بكم ولادي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي. أتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع الحصة الثانية من الدرس الأول الوحدة الثالثة. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الكلمات وأهميتها وإزاي إن أنت تهتم بالكلمات عشان تفيدك في المرحلة اللي جاية. النهاردة بقى هنبدأ في اللي احنا قلنا عليه في ايه اللي نتعلمه في الدرس دوت او اهداف الدرس. زي ما انتوا شايفين دلوقتي اول عنوان عندي هنا les animaux de la ferme et leur habitat. les animaux de la ferme et leur habitat. عندنا حيوانات المزرعة وبتعيش فين، اماكن معيشتها. طيب مقسم لك هنا ميزة ان هو مقسم لك الدنيا بحيث ان هي ما تبقاش صعبة عليك. عندنا كلمة لو مال الذكر، لا فيميل الأنثى، لو بوتي صغير الحيوان، ولو ليو دو لا في مكان معيشته. يبقى انت كده الموضوع مش صعب عليك، احنا بس كل ما هنالك ان احنا هنتطرق لكل حيوان من الحيوانات دي ونعرف الذكر ايه الانثى ايه صغيره اسمه ايه وبيعيشوا فين، لان ده سؤال حتمي. يعني ده سؤال حتمي ممكن يجيبه لك، ما بيخلوش منه امتحان ابدا كل سنة. طيب اول مال عندي ذكر عندي اللي هو لو تورو. لو تورو الثور، الانثى بتاعته اسمها ايه؟ يبقى الثور البقرة هي الانثى بتاعته اللي هي اسمها لافاش. لافاش. طب لما الثور يتجوز بقرة يخلفوا ايه؟ يخلفوا لوفو. لوفو العجل الصغير. طيب التلاتة دول بيعيشوا فين؟ ليتابل. ليتابل الحظيرة او الزريبة. يبقى لو تورو لافاش لوفو دول بيعيشوا في ليتابل. لو شوفال الحصان، الأنثى بتاعت الشوفال اللي هي الفرسة لا جومون. لا جومون بيخلفوا المهر الصغير اللي هو لو بولان. لو بولان. طب لو شوفال ولا جومون ولو بولان المكان اللي بيتربوا فيه فين او اللي بيعيشوا فيه؟ ليكوري. ليكوري الستابل. يبقى كلمة ستابل ليكوري. بعد كده عندي لو لابان الأرنب. لا لابين الأرنبة. ينتج عن هذه الزيجة اللابورو. لو لابورو الخرنق اللي هو صغير الأرنب والأرنبة لو لابورو. طيب دول بيعيشوا فين؟ في او كلابيي. لو كلابيي اللي هو جحر الأرنب، ده البيت بتاعهم. لو كلابيي. بعد كده عندي كمان لو كوك الديك. لو كوك الديك. طب الديك يتجوز مين؟ الأنثى بتاعت الديك الفرخة اللي هي عليها أزمة جامدة قوي اليومين دول. لابول. لابول. لابول الفرخة. طب لكوك ولابول لما يتزوجوا يجيبوا لنا ايه؟ يجيبوا لنا لو بوسان. لو بوسان الكتكوت. طب لكوك ولابول ولما يجيبوا لنا لو بوسان بيعيشوا فين؟ في لو بولايي. لو بولايي عشة عشة الفراخ. سكتنا كده، لا نخش على الطيور برضو. بقية الطيور عندي لو كانار. لو كانار ذكر البط، وما أدراك ما ذكر البط. الزيجة بتاعته من البطة لاكان. لاكان.
طب ينتج عن الزيجة دي ايه؟ يجيبوا لنا ايه بقى؟ صغير البط اللي هو لو كانوتون. لو كانوتون. طيب دول بيعيشوا فين؟ سواء لو كانار او لا كان او لو كانوتون. في لا باسكور. لا باسكور عش البط. لا باسكور. نخلص من الطيور ونخش بقى في بقية برضو الحيوانات الأليفة اللي هو لبوك. لبوك الكبش أو التيس. لبوك. طيب بيتجوز مين بقى لبوك ده؟ لا شيفر. لا شيفر العنزة. لا شيفر. ينتج عنهم الجدي بقى الصغير اللي هو لو شيفرو. لو شيفرو. طيب بيعيشوا فين؟ سواء لو بوك لا شيفر لو شيفرو. في لا بيرجري. لا بيرجري الحظيرة. لا بيرجري. بعد كده بنروح للو موتون وده الأشهر. لو موتون الخروف. الخروف بيجوز النعجة اللي هي لا بربري. لا بربري. ينتج عن هذه الزيجة الحمل بقى اللي هو لانيو. 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 بيعيشوا فين؟ بيعيشوا في لا برجري برضو اللي هي الحظيرة. يبقى سواء لبوك ولا شيفر ولا شيفرو برضو بيعيشوا في الحظيرة، ولكن لو موتون ولا بربري ولانيو بيعيشوا كمان في البرجري. طيب يبقى احنا كده عرفنا الذكر والأنثى وصغير الحيوانات السابقة، عرفنا كمان بيعيشوا فين. طيب هنا بيقول لي خد بالك انتبه، عشان تتكلم وتقول الحيوانات دي بتعيش فين، المكان اللي بيعيشوا فيه لابد من استخدام فيرب فيفر يعيش. يبقى خد بالك من التكة دي، انتبه دي. دايما لما تلاقيني بقول انتبه او ريمارك ملاحظة تعرف انها تركة. فالتركات دي ياما بيجيبوا فيها من الامتحان. يبقى الاستخدام المكان او عشان تذكر المكان اللي بيعيش فيه الحيوان لازم تستخدم فيرب فيفر. وهنا جايب لك فيرب فيفر في تصريفه في زمن المضارع. فيرب فيفر يعيش. je vis, tu vis, il elle vit, nous vivons, vous vivez, il elle vivent. طيب اكزامبل هنا بيقول لي ايه؟ le cheval vit dans l'écurie. الحصان يعيش في الاسطبل. les vaches vivent dans l'étable. البقر هنا بقرة جمعها، يبقى البقر يبقى لازم يعمل ايه؟ لازم يختار التصريف اللي مع الجمع، فتبقى فيف دون ليتابل، يبقى الجمع خد بالك. لو شيفال بتوازي إل هنا أو ال، فياخد التصريف بتاعها في. لكن لو جمع الأحصنة مثلا أو الحصنة يبقى لازم اخد تصريف الجمع، لأن هنا جمع الغائب لفاش أو إل أو ال. خد بالك من الكلام ده، وانا مش جاي، هو مش جايب لك هنا التصريف الافعال الفعل مع الضمائر كلها عشان الكلام دوت. نيجي بقى للجزء الثاني اللي بيقول لي فيه رقم 2 لليو دو لا كومباني، اماكن الريف. طبعا ناس كتير مننا بيبقى عندهم مسقط الرأس بتاعهم بيبقى مريف، تمام؟ فاللي مسقط رأسه مريف هيفهم الكلام ده، هيفهم الكلام دوت. طيب بيقول لي ايه؟ لليو دو لا كومباني، اماكن الريف. دون لا فيرم إليا، في المزرعة يوجد. يبقى المزرعة دي في الحضر ولا في الريف؟ في الريف. يبقى طيب في المزرعة بيوجد ايه بقى؟ يوجد امبري. يوجد امبري، مرعى اللي بيرعى فيه الغنم او يرعى فيه المواشي، يبقى اسمها ايه؟ المرعى امبري. يوجد فيه ايه كمان في المزرعة؟
ان بوتاجي، ان بوتاجي بستان خضروات، ان بوتاجي. طب في كمان ايه؟ في حقل، ان شون، ان شون حقل. في ايه كمان؟ في اون فيني، اون فيني اللي هو حقل الكروم او العنب. برضه في ناس بتزرع عنب زي التكعيبات والحاجات دي، ولكن التكعيبات دي على شكل مصغر، ولكن حقل العنب ده ده ممكن يكون واحد 2 فدان 3 فدان، فده كله اسمه حقل العنب. ده بالنسبة لأماكن الريف. أماكن الريف في المزرعة بيوجد فيها الأربع حاجات دول: un pré, un potager, un champ, une vigne. رقم 3 عندي هنا بقى des lieux et des activités، أماكن وأنشطة. يبقى هنا معنى كده إنه هيجيب لي الأماكن والأنشطة بتاعتها. مهم جدا إنك تعرف الأماكن والأنشطة بتاعتها، لأنه دايما السؤال ده بيجي اختيار من متعدد. فدلوقتي وليكوا كمان إنه بعض الأسئلة بتيجي يطلب إجابتين، واخدين بالكوا؟ فمهم جدا إنك تكون عارف الكلام ده. لذلك برضو هقول أهمية الكلمات. خد بالك، لأنه ما سبق إن احنا قلناه، سواء أماكن الريف أو اللي هو الحيوانات بتاعت المزرعة والمسكن بتاعها، دي كان موجود في غالبيتها، كان موجود في الكلمات اللي عملناها في الفيديو الأولاني. فعشان كده دايما بقول إنه الكلمات دي هي الأساس. حفظتها سهل عليك باقي محتوى الدرس في كل شقة وورقة. فعشان كده الكلمات مهمة جدا. طيب، يبقى تعال نشوف الأماكن والأنشطة بتاعتها. أول مكان عندي لا كومباني، ريف، لا كومباني. طيب، المكان الكومباني دوت ممكن نقدر أنشطته إيه؟ نقدر نعمل إيه؟ أول حاجة ممكن نعمل faire du vélo، faire du vélo نركب دراجات، أو du VTT، VTT. إيه كمان؟ monter à cheval، ركوب الخيل. تاني، nager dans la rivière، العوم في النهر. 4 se promener dans les champs، يعني أتنزه في الحقل. يبقى الأربع حاجات دول أقدر أعملهم أنشطة يقدر نعملهم في ألا كومباني في الريف. طب المزرعة، لو أنا هروح المزرعة أقدر إيه الأنشطة اللي أقدر أعملها؟ donner à manger aux animaux، donner à manger aux animaux، إني أأكل الحيوانات في المزرعة. ramasser les fraises، ألم الفراولة، أقطف الفراولة. ramasser les œufs، ألم البيض، أو يعني هي ما فيهاش لا معنى غير ألم البيض. ده في المزرعة. طيب، لا فيل، في المدينة. هنا بقى في المدينة بتختلف عن في الريف. ايه اللي بيحصل في المدينة؟ عندنا حوالي 5 حاجات. ممكن اقول visiter les musées، visiter les musées يعني زيارة المتاحف. مفيش متحف في الريف، فبالتالي في المدينة بس في متحف، يبقى visiter les musées. aller au restaurant، الذهاب للمطعم. au cinéma، للسينما. au club، للنادي. sortir avec les copains، ممكن أخرج كمان مع الزملاء. faire du shopping، أتسوق. aller au parc d'attraction، أذهب للملاهي زي في الصورة دي كده. يبقى كل الكلام ده ممكن أعمله فين؟ في المدينة. visiter les musées، aller au restaurant، au cinéma، au club، sortir avec les copains، faire du shopping، aller au parc d'attraction. لكن بقى ممكن أعمل إيه في البيت؟ تعال نشوف الأنشطة اللي ممكن أعملها في البيت. زي jouer à des jeux vidéo،
jouer à des jeux vidéo اللي هي الالعاب الفيديو زي البلاي ستيشن والحاجات دي. ايه كمان؟ jouer au cartes. يعني ايه jouer au cartes؟ العب كوتشينه. العب كوتشينه، العب العاب فيديو، العب كوتشينه. jouer aux échecs يعني العب شطرنج. jouer aux échecs العب شطرنج. surfer sur الانترنت. surfer sur الانترنت اتصفح النت. regarder la télé اتفرج على التلفزيون. يبقى عندنا العب العاب فيديو jouer à des jeux vidéo. jouer aux cartes العب كوتشينه. jouer aux échecs العب شطرنج. surfer sur انترنت اتصفح الانترنت. وممكن كمان اتفرج على التلفزيون regarder la télé. وبكده نكون انتهينا النهارده من حصة النهارده. زي ما انتوا شايفين انا ما بحاولش ان انا ازود في الفيديو واضغط معلومات، بالعكس احنا عاملين تقسيمة حلوة عشان نشتغل عليها ونبقى براحتنا، بحيث ان انت لما تيجي تتفرج على الفيديو ما تملش، وفي نفس الوقت تبقى